تعرف شنو أكثر شي تعب الإنسان؟ مو التعب الجسدي، صح احنا مرات نتعب جسديا، لكن أكثر شي تعب الإنسان هو التعب النفسي وفقدان الشغف. هذاك الإحساس اللي يخليك تحس إنه أنت ما عندك طاقة، لا تريد تشتغل ولا تريد تدرس ولا تريد تحكي ويا أي واحد. نريد نعرف ليش نوصل لهاي المرحلة. أغلبنا يوصل لهاي المرحلة من خلال الروتين المتكرر، من خلال الضغوطات، من خلال المسؤوليات، من خلال الكلام الجارح اللي نحصله من الأقارب والأشخاص المقربين، ومن خلال تحديات الحياة اللي تسوي لنا هذه الخلطات، تسوين على شكل كوكتيل وتشربه إنه وتقول لك اشرب. حبيب قلبي الغالي منورني يا وردة، ما اشرباني بدول قلبك يا وردة. واحنا نظل عايشين بهذا الحزن وهذا القلق وهذا التعب النفسي اللي يبقى مصاحبنا طول العمر، اللي احنا نظن انه ما نخلص من عنده. اليوم انا بهذا الفيديو راح انطيك حل من الحياة الواقعية، مو كلام تنمية بشرية ولا تحفيز، لا، هو حل مكون من 3 كلمات بسيطة. شوف يا صديقي، بما انه انت وصلت لهاي المرحلة وتريد الحل، راح انطيك الحل اللي هو من الحياة الواقعية، لا كلام تنمية بشرية ولا كلام تحفيز ولا اي شيء. كل هذا حتما سيمر. اذا كنت فرحان فالفرح راح يمر، اذا كنت حزين فالحزن راح يمر، اذا كنت قلق فالقلق راح يمر، اذا كنت خائف فالخوف راح يمر. كل شي تعيش بيه بهاي اللحظة سيمر. اذا انت اي شي راح تفكر بيه راح يمر. سؤال: اخر شهرين كم من الخوف مريت بيه؟ كم من القلق مريت بيه؟ كم من الحزن مريت بيه؟ والآن مر. إذن كل شيء راح يمر خلال يوم أو أسبوع أو أسبوعين أو حتى ممكن خلال سنة. فإذن كل شيء راح تمر بيه راح يمر ويروح. فإذن أنت هنا يجي دورك إنه تبقى عايش بهاي الدوامة لو تطلع من عندها. فلازم تعرف انه مو بس انت تمر بهذا الشيء، وانه انت انسان، ولا تقول انه انا مريت بهذا الشيء وانا بساني وما اعرف شنو راح تزعل. وهاي تزعل ما تزعل الفرح راح يمر، تزعل ما تزعل الحزن راح يمر، مهما عشت فكل شيء راح يمر. فلازم تعرف انه انت انسان معرض للموت، معرض للمرض، معرض للقلق، معرض للحزن، معرض للصدمات، معرض لأي شيء، وكل هذني راح يمرن. فإذا هذا الكلام هو من حياتنا الواقعية، لا هو كلام تنمية بشرية ولا هو كلام تحفيز. فانطيتك عن هذا الحل، فأتمنى أنه تطبقه، ولازم تعرف أنه كل شيء راح يمر، مثل ما أنا هسه راح تشوف هذا الفيديو وراح تمر. إذا وصلت لهذا الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وانتظرونا بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه. باي باي. عيوني قامت تدمع لين باوعت هواي الكاميرا.